أطيب التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية معكم، فيها شهاب رأية والمسهل بهم وأبرز العناوين. بناء مقبرة الشهداء الجديدة في عد غيح. نتائج مرضية لتعليم الكبار في ضحايا إيدامر. دعم أسر الشهداء والمعاقين والمحتاجين. طالبان جنبا إلى جنب مع قوات الأمن الأفغانية. اشتباكات قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا. والصين تعلن مكافحة الإغراق للمنتجات الكيماوية. مرحبا بكم. تم بناء مقبرة الشهداء الجديدة في منطقة خندع وقرقرة بمديرية عد غيح بدلا للمقبرة المؤقتة التي كانت في ضواحي كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. وبموجب البرنامج الموضوع سيتم نقل رفاة الشهداء البالغ عددهم حوالي 300 والذين استشهدوا قبل الاستقلال وبعده سيتم نقلهم إلى المقبرة الجديدة بمسيرة للشعب والجيش يوم 20 من يونيو. وأوضح مسؤول التنمية المعمارية في مديرية عد غيح المشرف على العمل المهندس شمني تادسي أن المقبرة الجديدة المشيدة في مساحة 17 هكتار لها سور مبنى بالحجر ونصب تذكاري بطول 5 أمتار ومكان تجمع المشيعين. في غضون ذلك قام عمال المؤسسات الحكومية في مدينة تسني بنفير في مقبرة الشهداء بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. شارك في النفير نحو 500 شخص وقاموا بأعمال نظافة ورعاية الأشجار والصيانة، كما قام سكان المديرية بنشاط مماثل. كما قام الشباب العامل في مديرية قندع برعاية الأشجار في مقبرة الشهداء وجبهة قندع. أعلن بأن الاهتمام الذي منح في ضاحية إيدامر بمديرية حقات فيما يتعلق بتعليم الكبار والأطفال الذين فاتهم عمر التعليم النظامي في الوقت المحدد ظل يحقق نتائج مرضية. وأوضح مسؤول تعليم الكبار في مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ جرزجيهير برهاني ليوكات إيرنا، أوضح أن سكان ضاحية إيدامر الذين يقطنون في موسم الخريف إلى جانب مزارعهم يتابعون في موسم الصيف تعليم الكبار في مدينة حقات، حيث جاءت النتيجة مشجعة من فترة لأخرى. وأشار الأستاذ جرزجيهير إلى أن المسجلات لتلقي التعليم من العمر 17 وحتى 50 والبالغ عددهن 50 امرأة، ينشط 45 منهن لمحو أمنيتهن بفضل المتابعة اللازمة للتعليم. وأوضح الأستاذ جرزجيهير بأنه وفق برنامج تعليم الكبار الموضوع في المديرية لمساهمة ومشاركة 1080 امرأة لمحو الأمية، فإن 80% منهن لا زلن يتابعن التعليم باستمرارية، فيما يتابع 572 من الأطفال الذين فاتهم سن التعليم النظامي تعليمهم الأكاديمي، وأن عدم تجمع القرى المتناثرة وقلة مشاركة الذكور من أهم التحديات التي تواجههم في هذا الجانب. وأشارت المشاركات في البرنامج إلى أنهن يستطعن القراءة والكتابة مستفيدات من الفرصة المتاحة لهن، مما أهلهن ليؤثرن إيجابيا في بيئتهن. في إطار برنامج التأهيل الذي تجريه وزارة العمل والرعاية الاجتماعية لتحسين الحياة المعيشية للمعاقين وأسر الشهداء والمحتاجين، وزعت عربات الكارو في مختلف المديريات. ووفق المعلومات الواردة وزعت العربات ل 366 مواطن، 150 في فورتوساوا و90 في حقات و50 في لوغو عنسبة و40 في أفعبت و20 في عرزة و16 في حلحل. وقال مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية فورتوساوا السيد عقبة مريم تخلي ومدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حقوس إن البرنامج نظم بالتعرف على الأسر المحتاجة، مما يلعب دورا لا يستهان به في تحسين الحياة المعيشية لتلك الأسر. وأوضح السيد سلمون المحاري مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية حقات بأنه وزعت عربات الكارو على المحتاجين من ضاحيات حشيشاي وعدلت وحرنت وغوليا وبادوب وفانا وعدفاكاي وشنجين وأوانجلي وغلاس وانجواق وإيدامر، بينهم 39 امرأة. وقال المحتاجون الذين قدم لهم الدعم العيني إنهم يعملون بجدية وفعالية لإنجاح أهداف البرنامج وتحسين حياتهم المعيشية. تقوم جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم القاش بركة بجهود فعالة لتوفير متطلبات المؤسسات الصحية من الدم.
وأوضح مسؤول الجمعية السيد قبر مسك الإمباية في مناسبة التبرع الطوعي بالدم أن الجمعية التي تأسست عام 2015 تسهم لعدم حدوث وفيات نتيجة انعدام الدم. وأشار إلى أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها لتوعية المجتمع بأهمية التبرع الطوعي بالدم خاصة في أوساط الطلاب والعمال والجيش، وأن حملات التوعية تتواصل بتوسع في مديريات السني وأرضة وهيكوتا وقلوج. وذكر أن الجمعية جمعت حتى عام 2018 حوالي 1500 وحدة دم من المتبرعين الطوعيين. وأوضح المتبرعون الطوعيون أن التبرع بالدم عمل نبيل داعية لمواصلة حملات التوعية لنتائج أكبر. هذا ونظمت مسيرة يوم 14 من يونيو بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، شارك فيها طلاب وممثلو السكان وعمال المؤسسات الحكومية. مشاهدينا فاصل ثم الأخبار العالمية. أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد الهدنة مع مسلحي حركة طالبان تمهيدا لاتفاقية السلام دائم. وكانت حركة طالبان قد وافقت لأول مرة منذ غزو أفغانستان في عام 2001 على وقف إطلاق النار مع القوات الحكومية ل3 أيام بالتزامن مع عيد الفطر. وفي مشهد لم يكن لأحد أن يتصور حدوثه، دخل المئات من مسلحي طالبان إلى العاصمة كابول ومدن أخرى والتقوا بقوات الأمن الأفغانية لتبادل التهاني بعيد الفطر. كما التقى وزير الداخلية الأفغاني بعدد من مسلحي الحركة في العاصمة. ويسعى الرئيس الأفغاني إلى عقد اتفاق سلام دائم مع حركة طالبان داعيا قادتها إلى التفاوض. ونشرت القناة الأولى الأفغانية صورا لمسلحين وجنودا سويا في غازني إلى الجنوب من العاصمة كابول. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القوات الأمريكية والتحالف الدولي ستحترم وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة. واستقبل المواطنون الأفغان قرار وقف إطلاق النار بدهشة وفرحة في الوقت ذاته، وهلل المواطنون وأطلقوا الهتافات تحية لعناصر طالبان. قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون في جنوبي تركيا بعد نشوب أعمال عنف خلال الحملات الانتخابية التي تشهدها البلاد قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد الشهر الجاري. ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري في 25 من يونيو الجاري. واندلعت الاشتباكات خلال زيارة النائب إبراهيم خليل الديز لمتاجر في بلدة سولتوش ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرق تركيا قرب الحدود مع سوريا. ودورت تقارير متضاربة بشأن ملابسات الحادث. وقالت وكالة الأناضول إن مناصرين للأكراد تعرضوا للحرس الشخصي للنائب، مضيفة أن أحد القتلى هو شقيق النائب، إلا أن تقارير أخرى أكدت أن مناصرين لحزب الشعب الديمقراطي متورطون في الهجوم. وأدان إبراهيم كالان المتحدث باسم أردوغان الهجوم البشع على تويتر، ونقل نحو 8 أشخاص لتلقي العلاج في المستشفى. كما ألقت الشرطة القبض على 10 آخرين على الأقل بحسب مصادر أمنية. أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت أنها ستطبق إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على منتجات حمض الهيدروليك القادمة من اليابان والولايات المتحدة. وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها أصدرت حكما مبدئيا بأن إغراق البلدين تسبب في أضرار كبيرة لصناعة منتجات حمض الهيدروليك في الصين. وفي بيان منفصل قالت الوزارة إنها ستطبق أيضا إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على منتجات الإيثانول المنتجة في ماليزيا والسعودية وتايلاند والولايات المتحدة. قال جهاز الإطفاء الاسكتلندي اليوم السبت إن حريقا كبيرا نشب في مبنى مانكوتوش الذي توجد به مدرسة للفنون ويعد إحدى التحف المعمارية في اسكتلندا. وكافح ما يربو على 120 عامل إطفاء ألسنة اللهب خلال الليل بعد أن استعرت في المبنى الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1909، ثم انتشرت في مبنيين مجاورين وهما ملهى ليل وقاعة للحفلات الموسيقية. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وقال بيتر هيس نائب مساعد رئيس جهاز الإطفاء والإنقاذ الاسكتلندي للصحفيين في وسط مدينة غلاسكو صباح اليوم السبت: الأضرار جسيمة جدا. وأضاف أن النيران ما زالت مستعرة في قاعة المسرح وإن جزءا من سقفها انهار
لكن ألسنة اللهب توقفت عن الانتشار. وكان من المقرر افتتاح مبنى ماينكوتيش العام المقبل بعد إنفاق ملايين الجنيهات الأسترالية على ترميمه عقب حريق اندلع في مايو من العام 2014. مشاهدينا فاصل آخر ثم الأخبار الرياضية. استهل منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم بعرض مخيم للآمال رغم الفوز على أستراليا 2-1 اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة. تقدم أنطوان غريزمان لفرنسا بالدقيقة 58 وتعادل ميل جيناك لأستراليا بعدها ب4 دقائق من ركلتي جزاء قبل أن يخطف بول بوجبا هدف الفوز بالدقيقة 81. فيما تعادل منتخب الأرجنتين مع نظيره الإيسلندي بنتيجة 1-1 في أولى مبارياتهما في دور المجموعات بكأس العالم والتي أقيمت اليوم على ملعب إتريكت أرينا بروسيا. افتتح سيرجيو أغيرو التسجيل للأرجنتين بالهدف الأول في الدقيقة 19 فيما عادل الفريد فينجوسون النتيجة الإيسلندا في الدقيقة 23. وكان الميسي العامل الأساسي في محاولات الأرجنتين على مرمى الخصم إذ حمل على عاتقه مهمة الخروج بالكرة من الخلف ووسط غابة من سيقان لاعبي أيسلندا. واحتسب الحكم ركلة جزاء مسكوكة في صحتها في الدقيقة 62 بعد تدخل على سيرجيو أغويرو، ولكن حارس مرمى المنتخب الأيسلندي تصدى لها. وبات ميسي صاحب أول ركلة جزاء مهدرة في النسخة الحالية من المونديال بينما يبقي قديمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب أول ركلة مسجلة في هذه النسخة. وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة رفقة أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وكل عام وأنتم بألف خير.